السلام عليكم مشاهدينا الكرام. خوتي ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم البقعه ديال الفصه اللي هي كانت ديال الفصه اللي كانت ضاربه 10 سنوات، وكيفاش حرثتها وكيفاش شاهدتوها معايا في واحد الفيديو، كيفاش حرثت الغرس اللي هو كان الوسط كما كتشاهدوا فيه، وكيفاش طريقه فصلتها وغيرتها باش غادي نغير واحد الفلاحه اخرى. يعني غادي نغير البلان ديال الطراساج ديال البحيره اللي هي غادي نديرها فلاحه اخرى ان شاء الله. غندير بحيره، وكيفاش طريقه درت الكولاتير اللي هو كان فيه الغرس، كيفاش درت ليه، يعني كيفاش كتشاهدوا معايا ها هو. وبالنسبه لهنا درت الفلفله الخضاريه هي هذه كما كتشاهدوا معايا، زرعتها في هذا الكولاتير هذا، كما كتشاهدوا معايا. هذه هي الفلفله هذه، ها هي هذه الفلفله. وبالنسبه للغرس ها هو كتشوف فيه، يعني في نفس الوقت استمرت في كولاتير اللي هو مستافد فيه هذا الغرس هذا، الرمان والزيتون وكل شيء، وفي نفس الوقت درت هذه الفلفله هذه بحال هكا. درت تقريبا متر بين الغرسه والغرس ديال الفلفله، استمرت في هذا الكولاتير كامل. وكيفاش التفصيل ديال الارض، كيفاش فصلت طراساج ديال البحيره اللي هو عطيت 1.5 متر تقريبا، كيفاش الغرق ديال هذا درتي، اللي انا ان شاء الله نتمنى ندير فيها الدلاح الا سخر الله. وبالنسبه للغرس الثاني كاينو هنا، وكاين الجوانب ديال الزيتون، داير الزيتون في الجوانب ديال البقعه. وهاد البقعه اخوتي كما كتشاهدوا معايا ان شاء الله، راه كنتمنى ان شاء الله ندير فيها هاد البحيره هذه. هاي ان شاء الله ونعاود لكم الفيديو كيفاش غادي نزرع الطريقه ديال البحيره. الكولاتير ها هو، هاي ان شاء الله غيرتها، لان الفصه ملي ما كتبقاش تعطي خصني نغير الفلاحه، لان لما غيرتش فلاحه نبقى نستهلك الماء بزاف. الغرس ها هو 10 متر، وكنبقى نستافد في هذه البلاصه هذه. الغرس صوبت لي الكولاتير خاص به يتسقى بوحدو، ولو ما نكونش غنسقي هذه كنسقي هذاك الكولاتير هذا، نسقي به الغرس بحال هذا مثلا، بحال هذا دابا، بحال هذا الغرس ها هو كاينو هنا، نطلق ليه الماء من هنا يمشي بلا ما نسقي هذا. واخا ما نكونش باغي نسقي هذه، نطلق الماء لهذا يتسقى فيها الغرس بوحدو خاص، ان الماء كنطلقوه هنا. وهذا الكولاتير هذا كنستافد فيه في نفس الوقت، ندير فيه الدنجال هنا، ندير فيه فلفله، ندير فيه النعناع مثلا، نستافد فيه بزاف د الحوايج، ما نستافدش غير الغرس بوحدو، حيت غيبقى ديما هذا. وبالنسبه لهذا الغرس ها هو، شوف قداش هذا تبارك الله، ولا ما شاء الله. قطعه ديال هذه البير ها هو. الارض كيفاش طوعتها وكيفاش حرثت وبقى الغرس، يعني واخا كانت الفصه هنا كان الغرس، حرثت وخليت الغرس، حرثت وخليت الغرس. اذا اخوتي مازال ان شاء الله نعاود لكم فيديو اخر، مازال نوضح لكم الزراعه ديال البحيره ثاني، نوضح لكم الزراعه ديال البحيره كيفاش غادي نزرع ان شاء الله. اذا باش ما نطولش اخوتي الفيديو، دمتم بخير والى اللقاء.